النتيجة اللي راح تشوفوها بهذا الفيديو بإذن الله راح تبهركم. أتمنى دعمكم وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. بسم الله على بركة الله يا جماعة الخير. شيء جميل راح تشوفوه في هاي الحلقة. لأول مرة من فترة طويلة اشتغل على نقل المخاليف في بيت لحالهم. أتمنى دعمكم لهذا المقطع. راح تشوفوا إن شاء الله حلقة نارية من A to Z، فتابعوا هذا المقطع، ادعمونا في اللايك في التعليقات، ويلا بسم الله نبتدي. مع الأسف أنه قررنا نغير المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، كيفكم؟ ربي يسعد إياكم يا رب من وين ما كنتوا بتتابعونا، وحياكم الله بفيديو وحلقة جديدة. طبعا يا جماعة الخير مثل ما قريتوا في عنوان الحلقة، نحن راح نرتب شوية المكان. كثير طيور آخذة، يعني مثلا خليني أشرح لكم على الواقع. مثلا عندنا هاي الريحانية، هاي اللي هون في الزاوية، هاي هون هيك شوية في الزاوية، تمام. هاي أخذة باكستاني وحاليا تحتها بيض. اوكي ممكن نستعملها كحضان، ولكن حرام للأمانة طيرة نفس كذا تستعمل كحضان. حاليا شو اللي راح أعمله؟ اللي راح أعمله إنه راح أفك هذا، تمام. راح أفكه وأخلي هون شوية مكان بحيث إنه نعزل فيه الطيور الباكستانية. طبعا يا جماعة الخير مثل ما انتم هون شايفين، فكيت حاليا الحديد. حاليا راح أشوف الأقفاص نفس ما عاملين هذاك الباب. راح نسوي الأقفاص، نشوف نفك الأقفاص بحيث إني أستعمل من الأقفاص الحديدية اللي هي نفس هيك، تمام، أستعملها كواجهة وكعرضية. طبعا هاي هي الأقفاص يا جماعة الخير مثل ما أنتم هون شايفين. في عندي تقريبا يمكن 5 منها. أتوقع إنه راح نفكك 3. اللي راح أسويه راح أفك الظهرية، تمام، وأفك السقف وأفك هذاك الجنب. ممكن أوصل الجنبين مع بعض، تمام، وراح نشوف كيف راح يطلع. طبعا يا جماعة الخير بعد ما وصلنا لهاي المرحلة من البناء قررنا الآتي. ومثل ما أنتم هون شايفين تقريبا شبه مخلصين. باقي كان السقف وعندنا الواجهة. مع الأسف أنه قررنا نغير المكان. ليش؟ هذا المكان يا جماعة الخير راح يصير يجمع الله يكرمكم فضلات، تمام، وراح يصير صعب التنظيف. فالمكان اللي راح نخلي فيه الطيور ممكن انتم تشوفون هون أصعب، بس هون راح يكون واجهة وحدة، تمام. راح نبني من هون، تمام، من عند البوري لا تقريبا هون هيك، ونجيب البيت ونخلي الباب من هذا الجهة. طبعا يا جماعة الخير مثل ما انتم هون شايفين جبنا الخشب، بس ما خبرتكم بالفيديوهات الماضية انه المكان اللي هنيك خلص كنسلناه، فجبنا الخشب وبديت للأمانة انا واخوي اشتغل عليه. هاي راح اوريكم شلون راح تكون، تمام. راح نخليها بهي الطريقة، تمام، وراح نسكر من الجنب من هنيك، تمام، وراح نسوي ورا، راح نرتب الامور باذن الله. بس هذا البيت اللي راح يكون للمخاليف. طبعا يا جماعة الخير مثل ما انتم هون شايفين هذا هو البيت حاليا. الجنب راح نوريكم عليه عن قرب. طبعا راح يكون مرتفع شوية عن الأرض، تمام، وراح مثل ما انتم هون شايفين يكون موصول لهون. بس حاليا راح نشتغل بعد عليه بحيث انه نطلعه مزبوط 100%. وشوفوا راح يرتفع، يعني راح يكون تقريبا على الارتفاع. حبيت الشغل يعني. شوفوا بس طل الجزء العلوي كل شيء مرتب. طبعا بعرف ممكن تقولوا لي عبد الحكيم هذا مع الايام بيهتري مع الشمس وكذا، صح. حاليا انا بثبته بهاي السلك البلاستيك، تمام. بس بعدين على طول ان شاء الله بجيب اسلاك حديد وبسويها، تمام. ليش؟ عشان قلت لكم هذا راح يكون متنقل. وطبعا اكيد هلا بعد شوي راح اثبته من تحت كمان عشان يكون ثابت من تحت ومن فوق. طبعا يا جماعة الخير مثل ما انتم هون شايفين خلصت الجنبين. ضل عندي الباب راح اشتغل عليه ان شاء الله.
في بعض منكم راح يقول عبد الحكيم يا اخي انت مكتر اسلاك تربيط، يعني هذول الابيض. تمام. معكم حق للامانه، بس انا اللي حسويه ان شاء الله في الايام القادمه حجيب سلك الحديد، سلك تربيط الحديد، واربط. يعني هون مثلا بدل ما انا رابط 3، ليش؟ لانه انا ركبت هذا، تمام، بعدين ركبت هذا، بعدين ركبت هذا، فهدول تقريبا لو كنت مركبهم على سلك واحد كان راح يمشي. فانا ايش راح اسوي؟ بكره راح اجيب سلك، تمام، تربيط عادي حتى لو ركبته ما بيأثر، وابتدي يعني اشد وافك هدول او اخليهم عادي، يعني اوريدي ركبتهم. هون مثلا بدل 2 بيصيروا 1، وتحت نفس الشيء، تمام. ومن فوق ممكن ركب مسمار، ممكن ركب اي شيء لو فكوا، بس امورهم طيبه. يعني شوفوا هون مثلا جذلتهم كلهم عشان يصير قوي، طبعا لسه ما شديته من تحت. جماعه الخير، البيت انا شايفه لحد هلا حلو كتير، يعني على الوضع اللي حاليا هون على الطيور مناسب، تمام. ان شاء الله راح يكون جيد للطيور. الباب، طبعا الباب راح نسويه يفتح بهاي الاتجاه، يعني لما يفتح هيك، تمام، يفتح هيك بحيث انه لما نفتح المكيف. هذا الباب صار جاهز مثل ما انتم هون شايفين، ركبت له مفصلات وحطيت له حرف عشان ما يدخل لداخل، تمام. بس طبعا واجهتني مشكلة، الا وهي انه الباب شوي نازل لتحت. اتوقع البعض منكم بيعرف حلها، ممكن نركب له خشبة هون ولا شيء فوق بحيث انه يمسك، بس هو تمام. يعني برفع الباب بس لفوق شوية اموره تمام. حطيته بشكل مؤقت مثل ما انتم شايفين. هذا هو البيت، يفتح الباب بهي الطريقة، تمام. تطلع الطيور، الباب هذا بيكون اكيد مسكر، تمام. هاي حجم البيت. ممكن بعض منكم يشوفه صغير، بس طبعا بيساعد له 20 طير، يعني متر 45 بمتر، تمام، بارتفاع تقريبا متر، فبيساعد له 20 طير. طبعا انا بدي احط فيه المخاليف، افضي من هون احط هون. هاي راح نلاقي لها طريقة، ما بدي اياها تخرب، تمام، ما بدي اياها تكون بهالشكل. ممكن نحط لها خشبة ولا شيء نسكرها اللي هي هون. هذا جبنا السيم اللي هو سلك التربيط، وحاليا راح نبتدي نربط ونكمل الباب ونثبت بإذن الله البيت بشكل كامل ونظبط الأمور إن شاء الله. بعد حاليا ما خلصنا من الباب حان وقت التركيب بإذن الله. الله يسهل علينا وراح تشوفوا إن شاء الله تركيب البيت. طبعا يا جماعة الخير، وأخيرا خلصنا 90% من الشغل. اللي متبقي السقف. طبعا راح نكون نفس الليفل تبع هاي. شوف الباب بعد تصلح الحمد لله زبط. كان اول مثل ما انتم شايفين ما يفتح بسهولة، تمام. هلا هيك امورها ان شاء الله طيبة. راح نركب باذن الله السقف. الحمد لله رب العالمين خلصنا مثل ما انتم شايفين. هذا هو البيت. طبعا لسه في بعض الامور بدنا نرتبها مثل ما انتم شايفين. هون الاغراض العدة كلها لها ترتيب، بالاضافة راح اكمل باذن الله واسوي لهم مواقف جوا. ما شاء الله البيت هذا بيت المخاليف باذن الله. راح نسوي لهم قفل للباب، تمام، وان شاء الله راح اسوي لهم مواقف مره واحده اخلص منهم، مشان بكره ننقلهم باذن الله ونختم الحلقه. لانه مثل ما انتم شايفين الدنيا ليل، فخلصت بس ضل بكره ان شاء الله اعزلهم الفراخ والمخاليف هون وخلاص تكون امورهم باذن الله طيبه. طبعا يا جماعه الخير سويت لهم وقفتين حاليا 1.20 1.20. كنت راح اسوي الثالثه بس بصراحه خلاص يعني حدها اليوم. شوفوا ما شاء الله فكرتها بوريكم عليها كيف. شوفوا
يعني راح يوقفوا بس راح يتعذبوا فيها شوي. طبعا هاي الفتحات راح نسكرها اكيد بشبك بحيث انه ما يطلع ولا طير من هون باذن الله. راح نسكرها، ترى ما كنت منتبه عليها، هلا انتبهت عليها. راح نسكرها يا شبك يا خشب، نحط خشب سد هذا الفراغات هون، بعد راح نسده. يلا ان شاء الله انتظرونا لبكره، راح نكمل ونختتم الحلقه باذن الله. طبعا اكيد يعني ما بس هدول الوقافيات، راح يكون في من هون من هون من هون، بس راح احاول اخلي اللي في النص فاضي. جايين ننهي الحلقه واذ الاقي طير باكستاني واقف عندنا. بسم الله على بركه الله. تعال 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 تعال. ايوه طبعا بسم الله يا جماعة الخير. حان الحين انه ندخل الفراخ والمخاليف لهون. طبعا لسه في وقافية تنتين وراح اسوي لهم شي هون، تمام؟ يعني راح يكون ان شاء الله نفس ما حكيت لكم، ما بدي وقافيات في جنب البيت، يعني في نص البيت عفوا. اللي بدي اياه انه من الاطراف بس. هلا حاليا مثل ما انتم هون شايفين تقريبا خلاص، وحدة تنتين ثلاثة أربعة، وراح أفصل لها خشب، أجيب لها خشب أسوي لها وحدة تنتين، يعني يصيروا 6 و3 هون من هذا الجنب راح يصيروا 9. يلا بسم الله. هاي المي تبعهم مشربية، راح أبتدي أنقلهم. طبعا يا جماعة الخير شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، ما حسبتهم لحد هلا بس بيطلعوا تقريبا يعني بحدود ال 15 طير. شوفوا ما شاء الله هدول باكستانيات 5، تمام؟ في 2 فوق 7 8، وفي يمكن بحدود 20 مخلف. 20 مخلف بسم الله ما شاء الله. دعواتكم الله يبارك لنا فيهم يا جماعة الخير. وطبعا هلا راح نفتح للأزواج، لسه ماني متأكد إذا ضل شيء ولا لا، بس راح نفتح للأزواج عشان أشوف إذا ضل شيء ما هو راكب. شوفوا فضي المكان، صار في مكان يطلعوا ويدخلوا. هلا حاليا راح نطلعهم. شوفوا نظفت لهم السطح بعد ونظفت لهم البيت. تعي تعي تعي. هلا ها تعرف انه هدول ازواج، طبعا اكيد يمكن يكون في طير ولا طيرين ماني متاكد، بس تقريبا هون عندنا بحدود 20 طير في عشة المخاليف. تعي بكره بيبين معانا ان شاء الله. يعني هاي الطيره مثلا ما راكبه على شيء، في بعض الازواج ما راكبين على شيء، راح نشوف. طبعا راح نطلعهم ونشوف. فأتمنى في الحلقات القادمة دعمكم، لأن إن شاء الله مستمرين أكيد معاكم نحو الأفضل. راح نسوي حلقات إن شاء الله قريبا. يمكن هذا الباكستاني يكون تبع هدول بعد. راح نسوي حلقات مميزة، راح نصور لكم إياهم أول بأول مثل ما أنتم هون شايفين. بسم الله تبارك الرحمن. هلا يمكن بدهم 2 3 ياخذوا مواقعهم، وبعد راح أركب لهم الوقافيات. راح نشوف موضوع الوقافيات هدول ضروري عشان نسوي لهم اياهم. ممكن اليوم اسويهم، بس انه حبيت انه اليوم المقطع ينزل بتاريخ تقريبا 27 رمضان عشان تشوفوا المقطع وتنصحونا في الحلقات القادمة ايش ممكن ننزل. شوفوا حاليا بدأوا ياخذوا مواقع، بدأوا ياخذوا محلات لهم. راح اشوف لهم ممكن بعد شوي خشب واركب لهم اياهم. تحياتي لكم، كان معكم اخوكم عبد الحكيم من قناتكم قناة عالم الطيور. السلام عليكم.